جدير بالعبد المؤمن أن يجعل لنفسه حظا ونصيبا وافرا من الاستغفار، وأن يكثر من الاستغفار، ولا سيما في هذا الشهر العظيم الذي هو شهر الغفران، وأن يستحضر فوائد الاستغفار العظيمة وعوائده الكبيرة على المستغفر في دنياه وأخرى. يقول الله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويقول تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وبين جل وعلا أنه يغفر لمن استغفره وأناب إليه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومدح الله عباده المستغفرين، قال: والمستغفرين بالأسحار، وقال: وبالأسحار هم يستغفرون. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام كثرة الاستغفار، قال صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي حديث آخر قال: أكثر من 70 مرة. فالحري بالعبد المؤمن أن يغنم خيرات هذا الشهر وبركاته، وأن يلازم الاستغفار، وأن يكثر منه في هذا الشهر العظيم ليغنم عوائده المباركة وفوائده الجليلة، وهي كثيرة لا تحصى في الدنيا والآخرة. ولا يفوت على نفسه نصيبه وحظه من طلب الغفران في موسم الغفران وشهر الغفران. ويعينه على ذلك أن يستحضر فوائد الاستغفار وعوائده الكثيرة في الدنيا والآخرة. من فوائده الدنيوية ما ورد في قوله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وجاء في الأثر عن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا شكى إليه الجدب فقال: استغفر الله. وشكى إليه آخر الفقر فقال: استغفر الله. وشكى إليه آخر جفاف بستانه فقال: استغفر الله. وشكى إليه آخر عدم الولد فقال: استغفر الله. ثم تلا عليهم قول الله تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين، أي أعطاكم الأموال والأولاد، وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها. فهذه الثمرات المذكورة هنا هي مما يناله العبد في دنياه جزاء استغفاره من خيرات عميمة وعطايا كريمة وثمار متنوعة. أما ما يناله المستغفرون يوم القيامة من الثواب الجزيل والأجر العظيم والرحمة والمغفرة والعتق من النار والسلامة من العذاب فأمر لا يحصيه إلا الله. روى ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وروى الطبراني في الأوسط والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. لكن مما ينبغي أن يعلم هنا أن المراد بالاستغفار ما اقترن به ترك الإصرار، فإنه حينئذ يعد توبة نصوحا تجب ما قبلها. وهذا هو الاستغفار الذي ندب الله إليه وكافى أصحابه بالمغفرة. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم
أجر العاملين. وللمغفرة 3 أسباب عظيمة اجتمعت في حديث أنس المتقدم. الأول أن العبد إذا أذنب ذنبا لم يرجو مغفرته من غير ربه، ويعلم أنه لا يغفر الذنوب ويأخذ بها غيره. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال عبد الأعلى: لا أدري أقال في 3 أو 4 اعمل ما شئت. وفي رواية: قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. الثانية الاستغفار، ولو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء وهو السحاب، وقيل ما انتهى إليه البصر منها. وفي الرواية الأخرى: والذي نفس محمد بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. والاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها، وإذا قرن الاستغفار بالتوبة فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان، والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح. الثالث التوحيد، وهو السبب الأعظم، فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.